طاقة الحمل مع شمس الميزان من 23 سبتمبر ل 22 أكتوبر. ركز طاقتك معايا يا حمل باش نختار لك البطاقات هذوما على طاقة شمس الميزان، فينوس العقرب، سرطان المريخ. وأنا باش نشوف لك هالبطاقات شنو مخبين لك يا حمل. طاقتك الروحانية عالية، اعمل تنظيف طاقي للسبعة شاكرات متاعك، وعندك حماية إلهية. المراقبة قوية عليك، كثير من الناس يراقبوا فيك يا حمل على السوشيال ميديا، قد تتعرض الأذية. بلوك 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 يا حمل، هذاك هو، ما عندكش حلول أخرى. يا جبل ما يهزك ريح، يعني حاول باش تكون أهدأ شوية. ردة فعلك قد تكون قوية وانتي تتغشش في ساعة وتنسى في ساعة، لكن الناس ما تنساش. هنا خرجت لي طاقة الماء، يعني مشاعرك باش تكون قوية. مع فينوس العقرب قد يجيك مال من شريكك العاطفي ومبلغ مالي ضخم، وإلا شراكة مع شريكك العاطفي، وخاصة نساء الحمل فلوس باش يجيوك من عند زوجك، فلوس مهمين برشا. وهنا يقول لك يا حمل فترة الشمس في الميزان باش تعطيك برشا دروس، تعلم الدروس، سامح نفسك، سامح الآخرين، فكر إيجابي، أشعر إيجابي، يجيك إيجابي. وحاول يا حمل باش ما تسوقش بسرعة، وحاول باش تكون ألطف وأهدأ مع عائلتك، مع أقاربك، مع الناس كل مسلط عليك الشمس كلها. يعني حاول باش تهدى شوية وتهدي شوية. حاول باش تكون دبلوماسي، الدبلوماسية هي مفتاح نجاحك في الشهر هذا. والغير مرتبطين ببرج الحمل يمكن ياسر تتعرف على شخص جديد مختلف، وإلا أجنبي، وإلا بعيد، وإلا شخصية مشهورة، وإلا حاجة اكسبسيونيل باش يدخل لحياتك يا حمل. ابشر بهذا، لكن هدي هدي ثم هدي يا حمل. كل شيء في وقت بنين، اللي يزرب على خبزته وياكلها عجين يا برج الحمل. شمس الميزان اللي تدخل من 23 سبتمبر ل 22 أكتوبر، وتأثيرها على برج الثور وفينوس العقرب والمريخ في السرطان. مش ناخد 3 بطاقات على الطاقة الحلوة هذه. البرج الثور، الثور برج الإصرار على النجاح، الثور برج المال بامتياز. والبطاقة الأولى البرج الثور، واو، طاقة قوية. تقول لك يا ثور، فما فلوس وأموال. إذا كان أنت تخدم في الأعمال الحرة والعمل الخاص، فما دخل إضافي. والبعض من برج الثور على موعد بالثراء الفاحش، ممكن باش تجيكم فلوس، باش تجيكم إرث، باش تربحوا في قضايا مالية، أي حاجة تخص في المال. الطاقة هذه تقول لك فما وضعية كبيرة متاع مال. شوف قداش حوت داخلك يا مال، رزق، قسم، خير، يعني جايك من العمل متاعك، وخاصة إذا كنت أنت تخدم في عمل حر ولا بزنس. لكن انتبه يا ثور، شوف البطاقة هذه تقولك فما شكون اللي متلاعب، ولا باش تكشف قناعات متاع ناس، فما شكون يلعب كحلة حمراء عليك يا ثور، انتبه لهذا. والبطاقة هذه تقولك يا ثور باش تجيك ديكلاراسيون اموغوز، معناها فما شكون باش يقدم لك عرض الحب ما كنتش تتوقعه، خاصة امرأة الثور، وحاجة حلوة برشا. لكن انتبه للناحية الصحية، وخاصة اعمل رجيم، وإلا نظم نومك، نظم ماكلتك، اعمل سبور. حاول باش تركز على الناحية الصحية في تواجد الميزان وشمس الميزان في بيتك السادس. وانتبه للناحية الصحية فقط. الفلوس، ثم الفلوس طاقة جميلة متاع أموال ومال وتحسن وانت عاشة وخير كثير يا برج الثور، يا من انتظرتوا إنها طاقة البال بامتياز. دخول الشمس للميزان وتأثيرها على الجوزاء برج الأذكياء، طبعا بيتك الخامس، وشكون كيفك يا
جوزاء وفينوس العقرب تعطيك كذلك الحظوظ. باش ناخذ لك 3 بطاقات من التارو ونشوفوهم. 3 بطاقات هذوما هما. اختاروا رواح مراكز طاقتك معايا. أول حاجة هي ألقى توازن في علاقاتك الإنسانية يا ميزان، وفما خروج العلاقات سامة وخاصة من الأصدقاء باش يكشفولك. كذلك هنا عندك علاقة مع شخص من برج الحوت باش يكشف نواياه، قد تكون نوايا سلبية أو إيجابية، طبعا طاقة عامة لا أقدر أن أحدد، لكن فما شكون من برج الحوت حواليك ممكن ياسر باش تكشف نواياه إن شاء الله تكون سليمة. هنا يقول لك المرأة في برج الجوزاء باش تتعرف على شخص بطريق الصدفة. قد يكون الشخص هذا يا إما ثري، يا إما مشهور ومعروف، يا إما من عائلة معروفة، وإلا شخصية استثنائية. إنه حب حياتك يا جوزاء، من أحسن الفترات في 2024 في الحب والارتباط اللي كنتي يا جوزاء. ركزت على المرأة الجوزاء اللي خلنا خرجت لي المرأة، لكن المرأة والرجل كيف كيف، أما الأكثر حظا المرأة الجوزائية. وانتبه يا جوزاء للسياقة بسرعة وللعصبية متاعك. عندك برشا مصالحات، حب قديم باش يرجع لك من الماضي، افتح يديك ليه، وأجواء مريحة، وباش تخرج باش تستقبل ناس في دارك وباش تمشي تتضيف كذلك يا جوزاء. بعد على تشتيت الأفكار وخوض المواقف، خاصة إذا كان تقدم لك الحب هذا ما تترددش يا برج الجوزاء. نقطة ضعفك في ترددك، كاريزمتك عالية وباش تكون جذاب لحد العذاب. السرطان وتواجد الشمس في الميزان من 23 سبتمبر 22 أكتوبر، والسرطان كتلة الحنان. السرطان عنده 90% ملائكي و10% شيطاني. ابعد على الناحية الشيطانية وخليك ما تراهيش خير. السرطانية المرأة هي الفراشة والوحش، ويا فراشة ويا وحش ركز طاقتك معي باش ناخذ لك 3 بطاقات يا برج السرطان على طاقة تواجد برج الميزان وشمس الميزان، وكذلك فينوس العقرب اللي باش يخدمك. طبعا فينوس رد بالك من المكائد. شوف السرطان كيفاش قاعدين يحكولك في المكائد، وخاصة على السوشيال ميديا. يعني فما قيل وقال وضرب لسان. اسمعوا فلت كلام الناس غلط يا برج السرطان. شوف العنكبوتة هذه تحبوا يحصلوك، رد بالك على كلامك وعلى حديثك، وخاصة في العمل وكذلك في العائلة في المنزل. عندك شوية مناوشات متاع حديث من بعد يقولوا لك اللي انت كلامك صحيح واللي هما غالطين ويرجعوا لكلامك يا برج السرطان. هنا البطاقة هذه امرأة برج السرطان باش تكشف شخصية نارية لابسة ماسك قناع، يعني ممكن خداع أو قناع أو موضوع متاع صديقة يمكن تتحول إلى حاجة مش باهية، ولا تكشف ماسك باش تكشف مرأة باش تكشف امرأة. انت يا سرطان ان كنت رجل او امرأة باش تكشف امرأة على حقيقتها، والحقيقة هذه انت حاسس بها، وانت عندك حدث قوي. ديما تبع احساسك يا سرطان. الفترة هذه فترة ياسر مزيانة، والبطاقات تقول لك اللي باش تجيك حماية من برج الاسد. يعني لكن عندك الاسد حواليك، خوك بوك زوجك ولدك، راي حماية قوية، وباش تلقى الاسد يساعدك ويعاونك في اي ميدان تحبه. فترة جميلة للتعارف فما عقود وفما حاجات مزيانة برشا تستنى فيك يا سرطان في شمس الميزان. حاول باش تهدي شوية من المزاجية متاعك، وبعد على الكآبة يا سرطان. حتى نعرف اللي انت حساس وباش يوجعوك، لكن حاول انت باش تقوي نفسك وتتصالح مع نفسك العزيزة وتقول الروح كلام الباهي، وكن إيجابيا يا سرطان. طاقة الأسد مع دخول الشمس البرج الميزان من 23 سبتمبر 22 أكتوبر، وفينوس باش يكون في العقرب، وكذلك المريخ في السرطان. وانا باش ناخذ بطاقات على طاقة برج الأسد. ركز طاقتك معايا أسد.
الناري باش ناخد 3 بطاقات ونشوفوا الطاقة هذه شنو مخبيت لك في الشهر هذايا. يا أسد باش تدور ظهرك للحاجات الخايبة الكل اللي مش جيدة الكل، وعندك خطوات جديدة. جهز نفسك يا أسد، ممكن صديقة تتحول لحاجة جدية، خطوبة، خاتم، باش تلبس خاتم، وإلا ارتباط، وإلا باش تعمل موعد متاع زواج. الأمور العاطفية تتوضح يا أسد، وهنا نحي العصبة من على عينيك، شوف الأمور فما فرص جيدتك، وقد تجيك أخبار على السوشيال ميديا يا أسد، وعلى طريقة الناس بعاد، وإلا تشارك ناس أجانب، وإلا تجيك حاجات من برا يا برج الأسد. وإذا كان ناوي على سفر، وإلا موضوع متاع فيزا، وإلا موضوع متاع أوراق خاصة بسفر، راهو فما تحسن وفما مساعدة وفما دعم من أصدقاء. وامرأة الأسد الملكة باش تكون متوجة بالخير، وخاصة المرأة الأسد باش تنجح في عمل متاعها، وقد تفكر في عمل إضافي، وإلا تخمم في حاجة جديدة. يكون نجمك ساطع واسمك فيه شهرة الفترة هذه، من أحسن الفترات في 2024. البرج الأسد بصفة عامة دعم من كل الأماكن، وخاصة دعم من أصدقائه، وكلمتك باش تكون مسموعة. اتكلم وفما شكون مشي يشورك ياخذ منك النصيحة، ونصيحتك باش تكون مفيدة، والناس باش تمدحك وباش تشكرك. بعد على العصبية يا أسد، ورد الفعل الانفعالي، تفاعل لا للانفعال يا أسد في الفترة هذه. طاقة العذراء مع شمس الميزان من 23 سبتمبر 22 أكتوبر، وفينوس العقرب والسرطان المريخ. باش ناخد لك 3 بطاقات ليك انت يا عذراء. راك طاقتك معايا في هالشهر المميز، طاقة مالية لأنه بيتك الثاني بيت الميزان. بطاقة الأولى تقول لك اللي الفرص جايتك كبيرة برشا، فرص مالية وأفكار مبتكرة. طاقة الهواء يعني هو الفكر، هو الذكاء، هو التخطيط، وأكثر واحد يخفي ذكاء هو برج العذراء. حضر روحك، أنت مقبل على فترة مختلفة جدا من ناحية المال. غامر، ما تخافش، ادخل في شراكة قد تكون مباركة عليك يا عذراء. والناحية المالية والمادية باش تكون أحسن فترة في 2024 ماديا، فترة برج الميزان. وهنا يا عذراء أنت اللي عندك شريك عاطفي عايش معه كأنك سنجل، حاول باش تلقى حل. حاول ابعد على العلاقات الثلاثية، قد تكشف شريك أو شريك يكشفك. العاطفة شوية مشوش ومكش الظهر في حقيقتك. قول اللي تحس فيه، تكلم يا برج العذراء. انت موجوع وقلبك متآذي ومكسور الخاطر، لكن حامل في قلبك وسكت. علاش سكت يا عذراء؟ اتكلم. الكلام باهي، الكلام الزيني تدفع في الجيد، والنقاش والحوار قد تجد حلول. لكن ما ننصحكش بعلاقات ثلاثية، وإلا فما شكون باش يغريك على السوشيال ميديا. رد بالك من العلاقات هذه، وإلا رد بالك من الإغراءات في العلاقات يا عذراء. هذه طاقة نارية، يعني طاقة مفعمة بالنشاط والحيوية، وباش تجيك طاقة قوية ياسر متاع حظ، طاقة قدرية. قد تتعرف على أشخاص جدد في العمل، وإلا أصدقاء جدد، وإلا يعاونوك ناس جدد. وقد تتعرف على شخص يكون شخص داعم ليك، وإلا شخص واصل، ولا إنسان صاحب منصب، ولا ناس أصحاب مناصب، ناس جدد باش يدخلوا لحياتك وباش يأثروا فيك بطريقة إيجابية جدا. وخاصة النصف الثاني من الفترة متاع برج الميزان باش تكون أنت النجم، وأنت متألق، وأنه شهر الخيرات. لكن نظم حياتك العاطفية يا عذراء.